السلام عليكم، مرحبا بكم في زعم شن طيب سنين. اليوم ان شاء الله باش نحضر مع بعضنا خبز بالزيتون والبصل. حاجتنا 250 جرام سميد ارطب على الاخر، وعليها واشترهم فرينة 125 جرام فرينة، زيت زيتونة، ماء دافي باش نعجنو بيه، زيتون مقصوص ومنحي القلوب نتاعو، بصل مقصوص خشين شويه خاطرش نذبلوه شويه في الزيت، كان نحبوا نخليوه ماهوش مذبل نقصوه جويد، خميره شويه بسباس، حبه حلاوه وملح. نبداو اول حاجه نذبلو البصل اللي عنا. ناخذوا الزيت اللي عنا هو تقريبا كاس نتاع تاي صغير، ولا 4 ولا 5 مغارف هكاكا كبار، نحطوهم يسخنوا ونحطوا طروف البصل اللي قصيناهم ونخليهم يذبلوا بشويه بشويه على نار هاديه، ما نحرقوهمش. البصل اللي عندنا توا هكا زبال، ملازمش لونه يتبدل يحمرش، معناها ما نحرقوش ولا حاجه. توا باش نزيدوا الزيت والبصل مع بعضه بالسميد والفرينه. ناخذوا الان ناخذوا الحاجه اللي باش نعجنوا فيها تكون غارقه شويه، ونحطوا السميد نتاعنا الكميه اللي باش نستعملوها هنا 250 جرام، قد معناها، ومعاهم شطر الكميه فرينه 125 جرام. نجموا نستعملوا كيسان، اذا كان حطينا كاس نحطوا شطرو فرينه، ديما كميه الفرينه شطر كميه السميد. نحطوا حبه الحلاوه، كعبتين حبه الحلاوه مش برشا، هذوما كل نجموا نستغناو عليهم، نحبهمش ما نحبهمش. كعبتين بسباس، الملح، والخميره نتاع الخبز. هذوما طبعا نخلطوهم مع بعضهم وهما شايحين هكاكا. وتوا نزيدو الزيت والبصل اللي ذبلناه بكري شويه، نحطو الكميه الكل. بعد ما نصبو الزيت والبصل نخليها تتبسس بالزيت هذاك هو بيدو، نخلطوها بالباهي. وتوا نصبو الماء الدافي ونعجنو بشويه بشويه، ما نصبوش برشا ماء من الاول، نصبو كميه باهيه ونعجنو ونزيدو كل مره لين نحصلوا على عجينه باهيه متماسكه. كل مره نزيدو بشويه. الماء يكون دافي يسهل علينا عملية تاع التخمر نتاع. وين نشوفوا العجينة تلمت سميد، تلم عادش فما سميد، ما عادش نزيدو ماء، خاطر لازم تكون عجينة شادة روحها شوية، مش طرية برشا، مش كيف عجينة البيتزا مثال. ناقفوا على الماء ونخليو ونعجنوا بالباهي. بعد ما تتعجن بالباهي وقتها نزيدو الزيتون، مكانش نزيدو ملوش يترفس ويتعجن مع الخبز ما يقعدش صحيح. توا جوست ما نخلطوه شويه ونقصوا عليه. العجينه نتاعنا هيك حاضره، باش نخليوها تتخمر لمده ما تقلش عن نص ساعه حتى وين يتضاعف الحجم نتاعها، ونحطوها في الفور. كما تشوفوا لهنا بعد قرابة ساعه نص ساعه العجينه تخمرت بالبهي. توا بقانا كان نشكلوها ونحطوها في طبق نتاع الفور. ناخذوا العجينه ونقصوها دي بول هكا،
احنا والكمية اللي عنا زادا نجمو نعملو 3 باجيتات هكا، ولا نعملو 2 باجيت وواحدة مدورة، احنا وشو نحبو. بالنسبة اللي يحب يعمل باجيت من المستحسن يحلها بالطول، ويعاود يروليها هكا. وبعد باش نشقوها هكا بحاجة ماضية شوية ونحطوها في الطبق. بعد ما شكلنا الباجيت نحطوها في الطبق ونخليوها تعاود تتخمر من جديد قرابة 4 ساعة ولا 4 دقايق. بعدش نحطوها في الفور، مش ملون في الفور. بعد ما رتحنا الباجيت قرابة 4 ساعة طاش نحطوها في الفور ونخليوها لين تحمر. كل واحد وفوره، كل واحد ودرجة الحرارة نتاع الفور نتاعو. ممكن تقعد نص ساعة، ممكن أكثر، ممكن أقل. عين نغزروا لها وين تحمر نخرجوها. الخبز نتاعنا حمار ريحته بنينة. تو بقى المكان نقدموه، نقصوه ونقدموه. هذا الخبز نتاعنا، خبز بالزيتون والبصل، ياسر بنين. كانت معكم الأدمن سامية، إلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله.